أهلا فيك. يعني بيان الشراونة هي مبدعة من مبدعات الوطن وكاتبة. حدثينا أكثر عنك. بصراحة أنا مش مجرد كاتبة، أنا إنسانة قررت تكتب أشياء كان الكل بيطلب منها تسكت عنها. آمم، امرأة عاشت بين الخوف والألم والخسارات والملاجئ، بس اكتشفت بالآخر إنه الكتابة هي أكتر إشي ممكن ينقذها، وهو الطوق الأخير لنجاتها. نعم. عشان هيك أنا باكتب، عشان هيك أنا لليوم قوية، وعشان هيك أنا لليوم واقفة على رجلي. نعم. يعني بيان، بس عشان اللي بيسمعنا نعرف أنتِ سكان أي منطقة، درستِ أو ما درستِ، كيف أجتِك فكرة أنا الكتابة؟ أنا سكان القدس، أنا سكان القدس. درست إدارة مشاريع. كان وقتها درست المشاريع عشان أعيل أطفالي. آمم د عملت د اتعلمت طريقة صنع الشوكولاتة، وكنت وقتها باصنع شوكولاتة عشان أعيل أطفالي. بس أنا ما كانش هوايتي المشاريع الصغيرة أو هيك أشياء، كانت هوايتي الكتابة. فبعد ما خلّصت هاديك الفترة، أجا وقت إني لازم أكتب. والصراحة الوقت اللي فيه أنا بلّشت إني أكتب كان من أصعب الأوقات اللي بامُر فيها بحياتي، وإذا بتسمحي لي أذكرها ما عندي أي مشكلة. أكيد باسمح لِك لحتى يكون عند المتابع وعندنا فكرة بسيطة، تفضّلي. بهاديك الفترة خلّينا نحكي قبل 11 سنة تقريبًا. أنا كنت عم بافوت باكتئاب شوي. ما كنتش فاهمة شو عمّاله بيصير معي، بس كنت عم بافوت في اكتئاب كتير صعب. حتى حاولت يعني أدوّر على علاج نفسي يطلّعني من الحالة اللي أنا فيها، بس ولا دكتور قدر يطلّعني من الحالة اللي أنا فيها، لإنه كان بالنسبة إلهم الحديث عن الماضي وعن نبش الجراح كان هو الطريقة الوحيدة للعلاج، بس ما كانت هاي الطريقة تناسبني. كنت أحس إنه مجرد نبش في الماضي كوابيس أكتر وخلص. فوقتها قررت إني خلص لازم أنا أكتب هاي الكتاب وأنبش الماضي أنا وأشوف حالي من بعيد، بعد ما أكتب حالي في كتاب سميته قلب مرقع. نعم. لإني عِشت طفولة جدًا، جدًا صعبة. بين الملاجئ. اتنقّلت بين الملاجئ. اتعرّضت لأمور جدًا صعبة ذكرتها بالرواية. في ناس بتفكّر إنه هي رواية مجرّد كتاب للتسلية أو رواية للتسلية، بس هي كانت كتاب شهادة على المآسي اللي أنا عِشتها بين الملاجئ. نعم. ولهيك قررت يكون مش صوتي لحالي، قررت إني أطلّع صوتي وصوت كل طفل مش قادر لليوم يحكي هو إيش واجه، لإنه لكل طفل بدار رعاية لليوم في إله حكاية، ولسه الحكايات ما خلصتش، لسه مستمرة للأسف. وللأسف يعني مش عارف إذا لازم أحكي هذا الإشي أو ما أحكيه، بس أنا راح أحكيه بدون ذكر أسماء يعني. اللي خلّاني فترة طويلة أنام عن روايتي من عدم نشرها كمان مرّة وطباعتها، كان المرض. بصراحة أنا مريضة فايبروميالجيا بسبب ضغوطي النفسية طبعًا هذا المرض إجا. لكن فجأة باسمع إنه في مؤسسة من المؤسسات اللي ما بدي أذكر اسمها عن جد، وما بدي أذكر أسماء الأشخاص، باكتشف إنه هي بتعذّب طفل من الأطفال اللي هو صراحة طفلي أنا، اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. كنت أنا معتقدة إني أنا حاطة ابني في مكان آمن، بارعاه زي ما لازم، باقدّم له الاحتياجات اللازمة أكتر منّي أنا. لأكتشف إنه ابني إله 4 سنوات، 3 سنوات تقريبًا أو 4 بيتعرّض للتعذيب وللتعنيف بأبشع الطرق اللي أنا بصراحة ما اتعرّضت لها في الملاجئ التانية يعني. كانت الطرق التعذيب اللي أنا اتعرّضت لها مختلفة جدًا عن الطريقة الممنهجة هاي. كانت طريقة جدًا مرتبة ممنهجة لدرجة إنه ما حدا حس إيش عم بيصير خلف الكاميرات وخلف البواب نعم. للأسف الشديد. مما أثار جواتي إنه أنا حسيت إنه رسالتي لسه ما وصلت، فرجعت طبعت روايتي من أول وجديد وكملت روايتي الثانية اللي هي تكملة قلب مرقع. نعم، عندما نتحدث عن تعرُّض طفلِك حتى لو كان سياق منفصل عن الحديث عن بيان، هل توجهتِ لمؤسسة أو لجهة معيّنة للحديث أو شكوى على ما تعرّض له طفلِك؟ طبعًا القصة ما وقفت هون. القصة إنه في طفل من الأطفال
قرر إنه خلص مش قادر يحكي يسكت أكتر من هيك. للأسف ما كانش طفل اللي عمل هيك، كان طفل تاني شجاع جدًا، أنا عن جد باشكره من هذا المنبر. حكى لأهله أخيرًا، وأهله حكوا للشؤون الاجتماعية، والشؤون الاجتماعية حكت للمؤسسة، والمؤسسة بلغت الشرطة فورًا عن هدول الأشخاص وتوقفوا عن العمل، وفي حاليًا تحقيقات جارية لسه في الموضوع. وأنا عن جد باطالب التحقيقات تكون أسرع، وعن جد العدالة تتحقق، لإنه اللي تعرضوا له جدًا جدًا سيء. بدي أذكر بس هيك يعني طريقتين من التعذيب حتى القارئ يحس أنا كأم شو حاسة يعني. كانت أول طريقة للأطفال اللي باحكي لك مش عاديين، أنا باقول لك أطفال احتياجات خاصة، توحُّد، تخلُّف عقلي، تشتُّت انتباه، صرع، من هاي الأشياء. كانت إحدى طُرق التعذيب هي إنه يحشروهم بغرفة فيش فيها أي نقطة ضوء، وهي الملاجئ اللي إحنا بنعرفها طبعًا. لمّا تسكّرها ما بيكون في ضوء، وتشغّل على التليفون هي وزميلها أصوات مرعبة وأشكال مرعبة يعني زي أشباح. والأطفال اللي مثل هيك ما بيميزوا الحقيقة من الخيال يعني. فكانت عن جد صدمة بالنسبة لي. أما الطريقة الثانية فكانت هي يعني كانت تجيب أنواع من الفلفل، إشي حار كتير وإشي أقل حدة، يعني حسب الطفل كيف لازم تعاقبه أو شو عمل، تحطه في تمه غصب عنه بدون أي نقطة مي. والمفروض إنه يدبر حاله، هو يحس اللي لازم يحسه لحاله. نعم. ف... فالإشي خلى جواتي هيك شعور إنه أنا كتبت رواية كاملة مش عشاني بس أنا، عشان كل أطفال الملاجئ. حسيت إنه رسالتي ما وصلت وقتها، وما سوقت روايتي كيف ما لازم، ما قدرت أقول وقتها إنه هاي قصتي. خجلت أحكي إنه هاي قصتي، بس أنا اليوم مش خجلانة أحكي لكم إنه هاي قصتي بالملاجئ اللي أنا عشت فيها. نعم، يعني تتحدثين عن صورة بشعة كأن الطفل كان في سجن أو في زنزانة ويتعرض للتعذيب، ولكن بحمد الله في نهاية المطاف أخذ القانون مجراه وتم إغلاق هذه المؤسسة أو الملجأ. نعم، دعينا نرجع ونعود لبيان شراونة. في زمن السرعة والتكنولوجيا، ما أهمية كيف ترين أهمية الكتابة والروايات والقصص وقراءتها من خلال تجارب اجتماعية أو من خلال الوضع السياسي والاقتصادي الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني خاصة؟ بصراحة إحنا منعيش في زمن بمر فيه الناس على مئات المنشورات والريلزات. يعني خلال دقيقة أو ثانية بتكون عندك معلومة جاهزة. بس الرواية لسه إلها مكان خاص جدا، بيجبر القارئ يتوقف شوية ويسمع شوية ويفتح الصفحات ويعيش كل الحكاية من أولها لآخرها. ما بتعطيك الرواية معلومة وبس، هي بتعطيك تجربة شخص كامل عاشها. يعني بتخليك تعيش حياة شخص تاني بوجعه بفرحه بخوفه بكل الأشياء اللي مروا فيها. بتطلع من الكتاب المفروض، طبعا إحنا بنحكي عن الكتاب القيم، بتطلع منه شخص آخر، يعني بتطلع منه شخص أكثر رحمة، أكثر إحساس بالآخرين، أكثر إحساس بالأطفال. يعني أنا بتذكر كاتب من الكتاب قال لي أنا بس قرأت رواية قلب مرقع صار عندي حنو أكثر على الأطفال، خاصة أطفال الملاجئ وأطفالي أنا شخصيا. صرت أحس شو يعني لما أنا ما أقدرش أسيطر على نفسي وأمسك ابني وأضربه أو أهين ابني أو أعذبه أو ما أسمعوش لما يكون هو بتألم أو بتعرض للتنمر. يعني أنا أصلا هذا هدفي. وعشان أكون معك صريحة، أنا إذا كتابي أصلا يعني ما قرأه غير شخص واحد من كل العالم وغير فيه شغلة، أنا هون وصلت رسالتي وأمانتي. يعني الإشي مش بعدد القراء أو بعدد الآراء، يعني الإشي إنه أنا صوتي بدي يوصل عن جد لكل الناس، بدي الناس تعرف جوا هاي الأماكن إيش عم بيصير. أنا حكى معي طفل قبل كم يوم وقال لي مرحبا خالته، أنا حب أحكي لك قصتي، أنا لسه بملجأ وماما مش عم تصدقني. بحكي له مالك حبيبي إيش بيصير معك؟ قال لي عم بجوعوني. وهي اقول لك داخل الضفه، هاي المؤسسه داخل الضفه، سوري مش حقدر اذكر اسمها لانه مش من حقي يمكن. بس انا عن جد بطلب من هاي الام وبطلب من هدول الاشخاص المسؤولين عن جد يكون في رقابه اكثر على هاي الاماكن. يعني انك تجوع طفل من الليل، يعني تعاقبه بالاكل بالجوع بالحشر، هاي مش طرق تربي فيها طفل او ترعى فيها طفل. هو اصلا طالع من بيئه موجعته من تفكك اسري، من ام زتيته
زوجته أو أب وأم مطلقين، اثنين ما بدهم الولد، أو واحد منهم ما بده الولد، أو الأم مريضة تاركة مثلا الولد في مكان يناسبه. يعني أنا عن جد بتمنى الولد، عن جد الطفل عن جد بشكل عام يكون مسموع، يتتاخذ شكواه بعين الاعتبار، مش خلص مجرد إنه طفل أجا حكى لك إشي معلش ماما عادي بتصير. لا مش عادي، لا مش عادي. أنا بحكي لك عن وجع أنا اليوم بسببه مريضة فايبروميالجيا. أنا اليوم عايش ليه؟ أقول لك يا بدي أحكيها أنا بصوت عالي اليوم. أنا عن جد ما راح أخجل، وراح أستغل هاي المكالمة لأحكي لكم إنه الطفل لما يتعرض للتحرش في الطفولة، الإشي ما بوقف إنه خلص المعتدي راح على السجن وخلص. الطفل بحاجة للاحتواء، بحاجة للعلاج. أنا عن جد لما كنت في مؤسسة من المؤسسات، خلينا نحكي الأخيرة، هاي المؤسسة شافت إنه أنا عندي أعراض اكتئاب، وعندي أعراض، وعندي كوابيس، وعندي أشياء عم بعيش. ما قررت تعالجني. ليه ما قررت تعالجني؟ أنا اليوم بعد كل هاي السنين في إشي جواتي صحي فجأة، ريحة معينة، زاوية معينة ذكرتني بالماضي، خلتني أعيش ضغط نفسي هائل. ليش لازم أنا أعيش هذا كله لحالي؟ ليش من وأنا صغيرة ما فكروا إنهم مثلا يعالجوني أو يشوفوا أي طريقة أطلع فيها من التحرش اللي تعرضت له؟ ليش اليوم دائما المرأة اللي متعرضة للتحرش لازم تسكت خوف من الفضيحة؟ أما المعتدي مش مهم عادي يمارس حياته. أما الضحية المفروض هي اللي تسكت. كثير الاشي مستفز بصراحة بمجتمعنا. يعني أنا لليوم بسمع هاي الأشخاص، لا تسكتي، تفضحيش حالك، ليش تفتحي حالك باب؟ لا أنا بدي أفتح حالي بواب، لأنه في شخص تاني مش قادر يحكي، أنا بدي أكون صوته. الصمت صحيح. ابتلعه، صحيح. خلص صار بالهوامش. نعم. النساء مهمشات. نظرة المجتمع وتفكير المجتمع أيضا عبء، ويزداد صعوبة للتعبير عن ما مرت به الأنثى أو أي السيدة في المجتمع. ولكن في نقطة نوهت إليها، وهي رسالة لكل المؤسسات أو من كل الجهات الرسمية لتشديد الرقابة على المؤسسات جدا. والملاجئ في الأراضي الفلسطينية، سواء في الداخل أو القدس أو الضفة، ومن خلال اطلاعك هناك ممكن انتهاك أضيف شغلة وتعذيب. بس نعم. ست سماح، آسفة على المقاطعة بس بدي أضيف شغلة. لما إحنا بنحكي عن مؤسسة كبيرة فيها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما فيها كاميرات غير في الصالون، ونحكي جوا الغرف ما في، قال حفاظا على الخصوصية. خصوصية إيش؟ لما نحكي عن طفل بتعذب داخل غرفة فيش فيها كاميرا، أي خصوصية؟ الخصوصية بالحمام مش بالغرفة. في الغرفة ليش ما في كاميرا تثبت إنه هذا الطفل عم بتعذب بس هو مش قادر يحكي أو بيعرفش أصلا يحكي لأنه عنده صعوبات في النطق وعنده توحد وعنده مشاكل صحية. أنا بحكي عنها لوزارة الرفاه كلها، لو سمحتوا أي خصوصية اللي بتحكوا عنها. هدول الأشخاص اللي أنا بحكي لك عنهم اللي عذبوا طفلي سبعة معهم، عذبوا طفلي خلف الكاميرا بدون ما حدا يعرف، بدون ما حدا يحس ايش عم بيصير جوا. كان طفلي يوقف بالساعات ورافع رجله، مع انه طفلي يعني كيف بدي احكي لك ما كانش من الاشخاص اللي جدا صعبين. طفلي كان ذكي جدا. ليش كنت تحشر؟ ايش الاشي اللي عمله؟ تحرك شوي. ما يعني انا بصراحة نفسي احكي هالشغلة بس عن جد ماسكة حالي. يعني ما بدي احكيها، لا ما بدي احكيها، وصلت خليها الرسالة للقانون، خليها أخت. للقانون. بس عن جد انا بطالب في انه يكون كاميرات بكل مكان، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى ما نقعد نحكي خصوصية لطفل ما بيعرف يحكي او يعبر. يعني انا رحت على المؤسسة وشفتها، شفت الزوايا، شفت الكاميرا وين موجودة. الكاميرا ما بتبين إشي، بتبين الصورة اللي انتم بدكم تشوفوها. انا عشت في المؤسسة الاخيرة بتعرف ايش كانوا يعملوا؟ كانوا شو اسمه، لما يكون في تفتيش يوصلهم بلاغ انه في تفتيش مفاجئ، كان البيت يصير انظف إشي، يفرشوا الطاولة، احلى اكل، يعاملون احلى معاملة، وبس يروحوا يرجع كل إشي كيف كان. المؤسسة عم تنسرق، الأكل شحيح، الملابس شحيحة، التعامل زي الزفت، العقاب زي الزفت. يعني مش عارفة إيش أقول لك. يعني أنا نعم. مش مهم، أنا خلص، بس أنا بحكي عن الأطفال اللي لسه لليوم موجودين. الطفل اللي حكى معي هذا يعني كسر قلبي. كيف مش ما عرفتش كيف أساعده غير إني اليوم بالمكالمة هاي أوصل صوته. أنا بحكي هلا عن مؤسسة بالضفة، ما بحكي عن مؤسسة بالقدس، بحكي عن مؤسسة بالضفة اللي أقل رقابة. لما أنا زرت المؤسسة هاي قبل سنين أنا شفت أطفال بياكلوا فراولة معفنة، فراولة معفنة. أنا استنيت لحد تغدوا، بدي أشوف إيش بياكلوا، بدي أشوف غرفهم، بدي أشوف كيف بيحسوا. شفت معاملة زي الزفت، شفت فراولة معفنة. أنتوا بتعطوهم بفواكه معفنة بعد الغداء؟
ليش المعاملة هاي؟ هدول أطفال مهمشين، ما حدش مطلع عليهم. بعدين أنا بحكي كمان على التبرعات اللي بتوصل لهاي المؤسسات. هل أنت يا متبرع اتأكدت إنه هاي التبرعات بتوصل عن جد لهدول الأطفال؟ لأنه الطفل برضه قال لي إنه لما يجي شخص يتبرع بهدايا وأكل، كانوا المرشدين ياخدوا الأكل إلهم. نعم. خسارة بس. نعم. خسارة انه في حقائق انا مضطرة احكيها هيك. يا ريت اللي بيسمعها بس يراجع ضميره، لانه الحقيقة قد ما تخبط بيجي يوم تبين وتنكشف. فيش أكيد، شيء بضل متخبط. بدون شك الحقيقة راح تنكشف. وبالنهاية العمل يعني أمانة، ووجود أطفال أمانة سيسأل عنها العبد يوم القيامة. هي أمانة، والدين ما بيحكي لنا هيك تعامل. ولكن أخت بيان، ولكن عندما يكون صوت ونفس وشخصية قوية مثل بيان، نحن بألف خير. ودعينا نتحدث عن آخر إنجازاتك. بصراحة أنا كنت بأجل هذا العمل فترة، لأني عن جد كنت جدا مريضة لدرجة أني مش قادرة أمسك حتى القلم أكتب مسودة أول. بس قررت أخيرا أخلصها. يعني كنت كاتبة نصها، بس قررت خلال الأسبوع هذا أكون مخلصتها. تحديت نفسي، سهرت عليها، وتقريبا خلصت. هي حاليا في المونتاج وراح أدقق لغويا. وهي رواية رقعة أخيرة، وهي تكملة قلب مرقع. أنا ما راح أحكي للقارئ إنه رواية قلب مرقع أنهت فيها الحكاية، لا، بدت حكاية أخرى أكثر وجعا. راح تكون جدا جدا الرواية الثانية صادمة للقارئ، لأني ما وقفتش معاناتي إني أنا طلعت من آخر مؤسسة. لا، معاناتي استمرت في تلقي التحديات كأم وكمطلقة. مش رح أحكيها أمام العالم. أنا فعلا في تحديات عن جد. اسمعي أنت لما تقرأ الرواية الثانية رح تحس حالك بتمري بين صفحات مسلسل أو فيلم، مش حياة عن جد أنا عشتها. أنا من الناس اللي ما بحب أبالغ أو أعمل من نص درامي. لا، أنا كتبت الإشي كيف صار بالضبط، مع إني ما ذكرت ولا أي اسم، لأنه مش من حقي أذكر اسم أشخاص لسه موجودين. والأشخاص اللي رحلوا اللي انتحروا، خلينا نحكي خلال هاي الرحلة، كمان ما ذكرت أسمائهم. بس بحب أحكي من هون إنه الله يرحمهم. في ناس ما قدرت تكمل هاي الحياة، كان جدا صعب عليها تكمل باقي التحديات بعد اللي شفناه في المؤسسات الداخلية هاي، وبعد اللي تعرضنا له. بس لا، عن جد الرواية الثانية رح تكون جدا قوية، أكثر قوة وحبكة. في روايتي قلب مرقع صراحة خليني أحكي لكم إياها، كتبتها بأيدي مرتجفة. يعني كنت بمر بحالة اكتئاب شديدة جدا، فكانت هي طوق النجاة الوحيد بالنسبة لي لحتى أخرج من اللي أنا فيه. وفعلا كيف أنا خلصت الرواية حسيت براحة كبيرة. وهي كانت إحدى نصائح الأطباء اللي أنا زرتهم. قال لي اكتبي، إذا بدك تحكي اكتبي. وفعلا أنا كتبت. لما كتبت طلعت حالي من بعيد وطلعت وشفت هاي الطفلة اللي مرت بكل هذا، كيف طلعت أقوى من مكانها. نعم. ألف سلامة عليك، ألف سلامة عليك. وكان السؤال موجه لك حول أبرز القضايا الذي ترغبين أن تتطرقي إليها في الكتابات والروايات. وعلى ما يبدو أن الأشياء الواقعية. تحدثينا أكثر عن أي المواضيع أكثر أهمية وترغبين بتسليط الضوء عليها، وأيضا كيف من الممكن الحصول على الروايات والكتابات التي تقدميها. بصراحة رواية قلب مرقع رح توصلني خلال الأسبوع هذا. رح يكون جزء منها بالمكتبات وجزء منها رح أبيع أونلاين. حبيت أبيع جزء أونلاين لأنه حبيت يعني يكون كأني أنا برسل للقارئ من الكاتب إلى القارئ مباشرة. حاولت تقديم الرواية هاي المرة يكون مميز. حضرت صندوق، شمعة، ميدالية، بطاقة، وإمضاء خاص رح يكون للقارئ، هيك كأني أنا بكون قريبة منه أكثر. من الحصول عليها رح يكون عبر الفيسبوك. في تطبيق أنا شغالة عليه، وفي صفحة رسمية اسمها الكاتبة بيان شراونة، بيقدروا كمان يتواصلوا معي من خلالها. والرواية رح توصلهم على باب البيت. أكثر إشي سلطت عليه الضوء هو في رواية ثانية
طبعا الأطفال كالعادة، لأنه الأطفال دائما عندي نقطة ضعف في المسألة هاي، لأني عشت طفولة جدا سيئة. سلطت الضوء كمان على التحدي اللي بتعيشه المرأة المطلقة، وعلى التحدي اللي بتعيشه المرأة المطلقة مع أولاد اللي ممكن تفكر تتزوج مرة تانية. فحكيت كل إشي ممكن تمره أي وحدة، يعني أي وحدة ممكن تقرأ الكتاب رح تلاقي ممكن نفسها جوا داخل هذا الكتاب. الكتاب عبارة عن قسمين في الرواية الثانية. قسم بروي فيه شو صار مع سالي بعد ما خلصت سكرنا الكتاب لحد اليوم. يعني أنا بحكي لك يعني لحد اليوم كتبت كل إشي شو صار معي، كل التحديات، كل البيوت اللي انتقلت عليها، كل الأشخاص اللي حاولوا يضايقوني، كل الأشياء. والقسم الثاني حاولت فيه يعني احكي للقارئ اني ما بحاول القن فيك او احسسك اني اكثر حكمه منك، بس انا هاي من تجاربي التجربة. بالحياه، نعم. وهذا اللي تعلمته من الحياه. اذا حبيت تكمل الكتاب، هذا كل اللي تعلمته من كل اللي صار، هذا كل اللي طلعت فيه من كل هاي التجارب والتحديات والصعوبات والوجع والتحرش والمؤسسات والملاجئ والضرب والعنف وكل هاي الامور. نعم. ف يعني بس يعني يعني بعد كل هذه الإنجازات، هل هناك مشاريع أخرى؟ هل هناك طبعا مشاريع أخرى لدى بيان؟ حدثينا. قصدك بمجال الكتب بالكتابة؟ على الصعيد الشخصي، مهما كان، شو ما كان. لا بصراحة، لا ما في إشي معين. أنا إنسانة بضل بالنهاية ربة بيت، بحب بيتي أكثر. حتى أقول لك يعني بصراحة، يعني حفلة توقيع ما كان في بدنية إني أنا أعمل. يعني يكفي إني أظهرت جزء كبير من حياتي الشخصية، فمش رح يكون الإشي أكتر من هيك، حفاظا على خصوصية أولادي وزوجي الحالي. نعم. بس أنا نعم. اسمعي، رح أحكي لك شغلة أخيرة. أنا في شخص قال لي إنه أنت شو بتعملي قاعدة، أنت هذا زمن الجاهلية، أنت عم بدك تعملي كتاب في زمن الجاهلية، اليوم عم يشتروا الكتب إلكترونيا. ليش بتطبعي في الرواية؟ ليش حدا رح يقرأ؟ فأنا ردي للمرة الثانية رح أقول لكم، لو شرى كتابي شخص واحد فقط وقرأ الكتاب شخص واحد فقط، وبعد ما قرأ هذا الكتاب قرر يزور ملجأ ويمسح إيده على راس طفل من هذه الأطفال ويبوسها أو يلعب معها، أنا بالنسبة لي هيك أنا أنجزت اللي علي. يعني أكثر من هيك أنا عن جد ما بقدر أعمل. إن أنا عن شاء جد الله. وصول الأمر، نعم. إن شاء الله وما توصل. أحكيها لأن ما أحكي الناس جميعا. يعني بكفيني شخص واحد رحيم غيرت حياته من خلال روايتي، لاني وحياة الله يعني وهذا قسم يعني حاسب عليه. الرواية انكتبت بدموع ودم. انا مش قاعدة كنت اتسلى وانا اكتب بالرواية، يعني كنت استحضر ماضي موجع، ماضي مرضني، ماضي خلاني مش شبه الناس العاديين. ماضي خلاني اكون حذرة اكثر مع اللي حوالي ومع الأشخاص اللي بتعامل معهم. فعن جد رواياتي من القلب للقارئ، رواياتي حقيقية جدا، وكل الأشخاص اللي فيها في منهم موجود وفي منهم عن جد انتحر وفي منهم مات. رحمة الله على اللي مات، رحمة الله على اللي انتحر. والله يا ربي يعني يكون مع الأشخاص اللي لسه موجودين بيناتنا، بالأخص سلام اللي أنا ذكرتها في الرواية اللي هي لقيطة، واكتشفت بعدين إنه إمها قررت تاخدها بعد سنين، بس ما بعرف عنها أي إشي اليوم. هي كانت بنت أجنبية، أنا كتبت عنها باللغة كأنه كنا نحكي عربي، بس هي فعلا كانت تحكي أجنبي وعربي مكسر. ما بعرف عنها إشي. إذا هي موجودة بوجه لك تحية سلام. أنا كتبت اسمك الحقيقي لأني بعرف إنه مش رح تقرأ كتاب عربي، أنا متأكدة. آه، بس نعم. هذا إذا نعم. عندك أي سؤال آخر أنا ما عندي مشكلة أجاوب عليه. بشكرك على النفس وعلى طريقة إيصال الفكرة والمعاناة لكل أفراد المجتمع، من طفل أو سيدة أو إلى آخره. رسالة أخيرة بتحب توجهها لكل حد بسمعنا وبتابعنا؟ آه، بحب أحكي بتعرف شو، بدي أوجه رسالة للمجرمين، ممكن؟ هاي رسالة، أنت لك حرية التعبير. أوكي. بدي أحكي للمجرمين التنين والثلاثة اللي عذبوا 7 أطفال في هذيك المؤسسة.
كتير لعبت دور عن جد يعني هوليو يعني أبطال هوليوود ما عرفوا يمثلوه. طمنتوني إنه طفلي كان بخير. كنت لمّا أتصل فيديو كنتِ تعبطي ابني وتحطّي على راسه تقولي لي: "حبيبي ابنك هذا أكتر ولد باحبه." كنتِ تمثلي ببراعة إنِّك عم تعتني بطفلي، بينما أنتِ كنتِ عم بتعذبي طفلي وعم بتشتتي حياته العاطفية، بطل يعرف أنتِ منيحة والّا عاطلة. كنتِ تضربيه في غرفة بوكسات على راسه لحد ما صار معه صرع، وفي ال في الجهة الأخرى كنتِ تعملي كيك بالمطبخ، فيطلع مضروب ياكل كيك. أنتِ عرفتِ شو عملتِ في ابني؟ طبعًا أنتِ مش عارفة شو عملتِ بابني أنتِ والمجرم اللي معِك. دخّلتوا نشاط غير أخلاقي على المؤسسة. وبعد ما دخل النشاط الغير أخلاقي بدون توضيح آخر، لإنه المستمع أكيد مش غبي يعني. لمّا دخل هذا النشاط بطّلتِ أنتِ فاضية تعتني بأطفال احتياجات خاصة، صاروا أكبر من قدرتِك على الاعتناء فيهم. بس حبّيت أقول لِك إنه عن جد لمّا خبّيتِ حالِك كتير ما كنتيش أعرف إنه في يوم رح ييجي الحقيقة تنكشف. يمكن أنتِ ما تركتِ ولا دليل زي ما أنتِ بعتِ لي وحكيتِ لي إنه أنا ما تركتش وراي ولا دليل. بس باحب أقول لِك أنتِ تركتِ أكبر دليل ممكن الإنسان يسمع له، هو أطفال احتياجات خاصة ما بتعرف تكذب أو تحكي رواية متطابقة. الأولاد اللي عاشوا هاي التجربة معِك ومعه رواياتهم كلها متطابقة. في منهم اللي بيعرف ينطق منيح وفي منهم اللي عنده صعوبة بالنطق بس عرف كيف يوصّل اللي عملتيه فيه. باشكرِك على اللي عملتيه بابني، باشكرِك على الندوب اللي تركتيها جوا ابني، على الخوف، على الكوابيس اللي بيعيشها اليوم ابني. وباقول لِك الله لا يسامحِك. أنا باشكرِك على يعني تمثيلِك بس الله لا يسامحِك. وإن يعني شاء الله، إن شاء الله العدالة بتاخد مجراها وباشوفِك بالمكان اللي لازم تكوني فيه، أنتِ وشريكِك في التعذيب. نعم، إذًا باتشكّرِك وكل التوفيق من الواقع إلى الكتابة والروايات، الكاتبة والروائية بيان شراونة كنتِ معنا، كل الشكر. شكرًا كتير جدًا لاستضافتي، وعن جد شكرًا للمساحة اللي أعطيتيني فيها أحكي وأعبّر بدون أي قيود، أكيد، أكيد بدون أي قيود، بالنهاية رسالتِك بإذن الله تكون واصلة، وكل الاحترام.